السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك دخلت السوبر ماركت عشان تشتري حاجة أو حاجتين لقيت نفسك اشتريت حاجات كتير وطالع بفاتورة كبيرة؟ طيب، عمرك سألت نفسك ليه أنت بتاخد منتجات ما كانتش في دماغك أصلا؟ في الحلقة دي هنعمل جولة جوه السوبر ماركت مش بجسمنا لكن بعقلنا، وهتفهم إن في تفاصيل كتير زي الموسيقى والروايح وترتيب المنتجات، حتى الأسعار كلها مش تفاصيل عشوائية، دي أدوات نفسية معمولة مخصوص عشانك أنت. يلا بينا نبدأ. كل مرة بتدخل السوبر ماركت بتفتكر إنك بتختار بحريتك، لكن الحقيقة عقلك بيتوجه من أول خطوة. كل حاجة جواه مدروسة عشان تخلي قرارك مش ملكك. في الحلقة دي من قناة الجانب الرمادي هنكشف إزاي بيتم التلاعب بعقلك في أبسط تجربة يومية وهي التسوق. أول خدعة معانا هي 9.99، والخدعة دي بتسمى بالتسعير النفسي، وهي ببساطة إنهم بيحطوا دايما في السوبر ماركت أسعار بتنتهي برقم 9، زي 9.99 أو 19.99 بدلا من الأرقام الصحيحة. والتفسير النفسي للخدعة دي هي left digit effect أو تأثير الرقم الأول. العقل البشري تلقائيا بيركز على الرقم الأول من الشمال لما بتقرأ السعر، عشان كده لما بتقرأ 9.99 فدماغك بتقرأها على إنها أقل من 10، مع إن في الحقيقة الفرق بينهم قرش واحد بس. كمان بيدوك إيحاء الصفقة والخصم. الأسعار اللي بتنتهي بتسعة بتدي انطباع إن المنتج ده في نطاق سعري أقل، وبتخلق شعور لدى العميل اللي هو حضرتك بإنه بيحصل على صفقة جيدة. كمان بتستهدف بشكل خاص فئة الباحثين عن العروض والتوفير. تاني خدعة معانا هي وضع المنتجات الغالية في مستوى العين. الخدعة هي إنهم في السوبر ماركت دايما يحطوا المنتجات الأعلى ربحية أو الأغلى سعرا في مستوى رؤية العميل المباشر. طيب، التفسير النفسي للفكرة دي أو الخدعة دي هي مبدأ الطريق الأقل مقاومة. البشر دايما بيميلوا لاختيار أسهل خيار متاح أمامهم، عشان كده المنتجات اللي مستوى العين ما بتتطلبش أي جهد إضافي للبحث أو الانحناء، فبتزيد فرصة رؤيتها واختيارها بنسبة من 35 ل 40%. كمان الرؤية المباشرة وتأثيرها، العين البشرية بتلتقط ما هو في مستواها مباشرة أولا، فالمنتجات في مستوى العين بتبقى في الذهن فترة أطول، وكمان بتؤثر على القرار النهائي للشراء حتى مع مقارنة الأسعار. المنتجات الأساسية، الخدعة هنا هي ببساطة إنهم دايما بيحطوا السلع الأساسية زي اللبن والبيض والخبز والسكر والرز. الحاجات دي دايما يحطوها في آخر مكان في السوبر ماركت، ولو هو أدوار هتلاقيها دايما في الدور الأخير. يا ترى ليه؟ التفسير النفسي هنا هو زيادة التعرض للمنتجات. عشان توصل للحاجات دي لأنها حاجات أنت بتشتريها بشكل متكرر، فأنت محتاج تعدي على ممرات كتير وتتعرض لمنتجات كتير موجودة خلال رحلتك جوه السوبر ماركت، وكل منتج إضافي بتشوفه بيمثل فرصة شراء جديدة. كمان هنا بيستخدموا استراتيجية المسار الإجباري، أو بمعنى أدق إنه بيصمم المتجر أو السوبر ماركت عشان يجبرك إنك تمشي في مسار محدد، وده بيزود وقت بقائك جوه السوبر ماركت. الموسيقى وتأثيرها، يا ترى بقى ما سألتش نفسك قبل كده ليه دايما بيستخدموا موسيقى هادية جوه السوبر ماركت وإيقاعها بطيء؟ ببساطة هما بيستخدموا الحكاية دي عشان حركات الجسم بتميل عادة للتزامن مع الإيقاع المحيط، وبمعنى أدق الموسيقى اللي حواليك هادية فجسمك حركته هتبقى أبطأ وهتخليك تمشي ببطء أكتر، وده معناه كل ما هتمشي أكتر كل ما هتشوف منتجات أكتر وكل ما هتشتري أكتر. طيب، كمان ده بيأثر على حالتك المزاجية. الموسيقى الهادية بتقلل من التوتر والقلق وتخليك تحس باسترخاء، وده معناه إنك هتلف جوه السوبر ماركت وتتفرج وتشتري وإنت مش متوتر ولا قلقان. وإن منتجات الأطفال، الخدعة هنا إنهم بيحطوا دايما منتجات الأطفال والحلويات في أرفف منخفضة بمستوى نظر الأطفال، بالظبط زي ما عملوا معاك قبل كده إنهم حطوا لك المنتجات في مستوى نظرك، فهو بيحط للأطفال المنتجات المفضلة ليهم في مستوى نظرهم. ويا ترى ده ليه؟ عشان بيستر باور أو استغلال قوة الإلحاح. الأطفال طبيعي بيلحوا على الوالدين لشراء الحاجات اللي شافوها دي وعجبتهم، وطبعا غالبا بيصعب على الأهل مقاومة إلحاح أطفالهم في الأماكن العامة، وده بيؤدي لشراء منتجات ما كانتش في قائمة التسوق اللي انت كنت رايح تشتري بيها. عربيات التسوق،
هل سألت نفسك قبل كده ليه عربيات التسوق بيبقى حجمها كبير أوي كده؟ الخدعة هنا هي إنه يوفر لك عربيات حجمها كبير، لأن ببساطة علم النفس بيقول لنا إن الحجم بيؤثر على السلوك الشرائي. العربية الكبيرة الفاضية دي بتديك إحساس دايما إنك مشتريتش كتير، وبتشجعك دايما على إنك تشتري أكتر وتملاها، وبتقلل من شعورك بالذنب اتجاه الشراء الزائد. كمان النسبة والإدراك، نفس الكمية دي من المشتريات بتبان أقل في عربية كبيرة، فبتخلق وهم جواك إنك محتاج تشتري أكتر. عربيات التسوق ليه بتبقى مزودة بمقاعد أطفال؟ طبعا الخدعة هنا إنه بيزود لك مقعد مريح أو آمن للطفل. المفروض إنه بيعمل ده عشانك، بس الحقيقة هو بيعمله عشانه هو. ليه؟ لأن راحة الأهل طول مدة التسوق، بقاء الطفل مرتاح معناه إنه هيتسوق لوقت أطول من دون انقطاع أو مضايقة. كمان تقليل مشاكل الأطفال المزعجة، وكمان إحساس الوالدين إن الطفل قدامهم مباشرة فحاسين بالأمان، وده بيزود رضا الوالدين عن تجربة التسوق. تصميم السوبر ماركت، تعرف ليه بيصمموا الممرات جوه السوبر ماركت بشكل غير مستقيم؟ ببساطة السوبر ماركت غالبا بيبقى متصمم بشكل يشبه المتاهة، لأن علم النفس قلنا إن ده بيعظم التعرض للمنتجات، وبيضمن رؤيتك لأكبر عدد ممكن من المنتجات، وكمان بيمنعك من اتخاذ طريق مختصر للخروج، وبناء عليه فاحنا هنزود فرص شراء العفوي الإضافي. طيب تأثير التصميم على السلوك، لأن ده بيخلق شعور بالاستكشاف والمغامرة، وبيزود من وقت التسوق وكمية المشتريات، وغالبا بيجبرك إنك تعدي في مناطق السوبر ماركت أنت عادة مش هتزورها. فالاستراتيجية دي بتزود مبيعات المنتجات اللي هامش ربحها عالي، وبتحسن توزيع حركة العملاء داخل المتجر بحيث إنهم يعدوا من كل الأقسام والأماكن. العروض الوهمية في بداية السوبر ماركت، وضع عروض وهمية أو محدودة في بداية المتجر، والتفسير النفسي هنا اسمه برايمنج أو تهيئة العقل، إنه بيهيئ عقلك للتفكير في التوفير والصفقات، وطبعا بتخلق انطباع إيجابي عن متجر كامل. بمعنى أدق، أنت بتدخل وأنت مهيأ إن في عروض وتخفيضات طول الوقت هتقابلك، وده طبعا بيخليك أكثر تقبلا للأسعار في باقي المتجر حتى لو الأسعار دي مبالغ فيها شوية. كمان الهالو إفكت أو تأثير الهالة، الانطباع الأول الإيجابي ده بيمتد لباقي المتجر، فبناء عليه بنبدأ نبص لباقي الأسعار بتساهل أكتر. التلاعب بالروائح، الخدعة هنا هي الروائح المغرية اللي بتقابلك في السوبر ماركت، زي الخبز الطازة أو القهوة المطحونة. التفسير النفسي هنا هو الارتباط العاطفي والذاكرة. الروائح بتستهدف مباشرة النظام الحوفي في المخ، وبتثير مشاعر إيجابية وذكريات مريحة. الإضاءة التكتيكية، وهي ببساطة إنه يستخدم إضاءة مكثفة ومدروسة على منتجات بعينها. ويا ترى علم النفس بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن التأثير البصري والإدراكي، الإضاءة الجيدة بتخلي المنتجات تبدو طازجة وجذابة، وطبعا التباين اللوني والوضوح البصري بيزود من الانتباه. وكمان استراتيجية التركيز البصري، توجيه نظر العميل نحو منتجات محددة بيزود وقت وقوفه أمام المنتجات دي، وده بيرفع احتمالية شراء المنتجات المعروضة بإضاءة جيدة. خليني أقولك شوية نصايح عامة ممكن تساعدك. قبل الدخول السوبر ماركت اكتب قائمة مشتريات محددة والتزم بيها. دايما لما تلاقي التسعير 9.99 قرب الأسعار ذهنيا، بمعنى أدق 9.99 تساوي 10. قارن السعر لكل واحدة وتأكد إيه الأفضل ليك. بالنسبة للعربية استخدم سلة إذا كان الشراء قليل عشان تقلل الإنفاق العفوي. وبالنسبة للأطفال دايما حط قواعد قبل التسوق عشان تقلل تأثير قوة الإلحاح عند الأطفال. وبالنسبة للحركة جوه السوبر ماركت فتجنب التجول العشوائي، ودايما روح مباشرة للأقسام الضرورية اللي انت محتاج تشتري منها. على مستوى الحواس فدايما كون واعي لتأثير الموسيقى والروائح والإضاءة، واسأل نفسك دايما قبل ما تشتري، هل أنا محتاج المنتج ده فعلا ولا لأ؟ خد بالك الوعي النفسي بالحيل دي كلها بيعطيك ميزة كبيرة، وهو إنك بتقطع الكتير من تأثيرها ويخليك تشتري بشكل أفضل. في النهاية المشاعر والأفكار والسلوكيات اللي اتكلمنا عنها دلوقتي كلها أجزاء من نفسك،
واحنا في الجانب الرمادي كل حلقة بنفتح لك نافذة على أعماقك من غير تعقيد أو ضغط. خد وقتك، لاحظ، فكر وحس، لأن فهم النفس مش سباق، ده رحلة مستمرة خطوة بخطوة. ادرس الحيل اللي اتكلمنا عنها دي كلها، وشوف يا ترى ايه اللي بينطبق عليك منها وانت بتشتري من السوبر ماركت. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك وتفعل الجرس وتشاركها، يمكن تفيد غيرك.